السلام عليكم. العياشة اللي احتفلتوا بالقفطان البارح والزغاريت والبوليتيك بيتوني بلا طونسيون، الكبيرة في 18 والصغيرة في 7. تانوض الصباح قالوا لي جماعة يا ودي القفطان الأصل جزائري وسجلنا هادي شحال وما راهم يحتفلوا بالخياطة. عمر لي اليبرة سعدي بولدي الله يرضى عليك. الشوفار عندي شوية ناقصة وما جبتش معايا نضاضر، ولا عيط لي هذاك بالليقو عيني شوية خارجين. الاحتفال بالقفطان هذا كما الاحتفال بيوم 31 اكتوبر، العيد الوهمي اللي داره لك هبل السادس. مانيش عارف العام الجاي لا تحتفل به ولا غير هذا العام هذا. والامر اللي لفت الانتباه تاعي هو انه الاحتفال بالقفطان والضجه اللي داروها ابواق المخزن تزامن مع سقوط البنايات في فاس. بالمناسبه تعازينا العائلات الضحايا، لربما الناس لا حول ولا قوه لهم الا بالله. والحاجه اللي لفتت الانتباه تاعي هو الدكاتره والمحللين نتاع المروك ما تطرقوش للاسباب اللي خلات هذه البنايات تطيح، واختصروها في طيحي طاحت. الشيء اللي كانوا انسيستيو عليه هو رخصه البناء، المهندس، عدم توفر شروط الامان، البناء العشوائي، المغرب ديال بكري مشي المغرب ديال اليوم. يعني راهم يمدوا لك رسائل وجد نفسك للمستقبل، هادو مبررات داروهم لك. يعني الناس اللي غادي يهدموا لها البنايات نتاعها من بعد هادو هما الاسباب. ما عندكش رخصه البناء، ما توفر شروط الامان، المغرب ديال بكري مشي المغرب ديال اليوم. وحقيقه المغرب ديال اليوم عندهم واليه، يعني بيتجنبوا الشبهات. هذيك الهضره ترى راهم يهدموا لك البنايات باش يمدوها مارسيلو